ده رجع لخطبة عالقة في ذاكرتك. في مجموعة من الخطب بتكون يعني عالقة بالذاكرة وعندها مكان في الذاكرة. نعم. خطبة كنت خطبتها وأنا في الصف الثانوي في مسجد العباسية بالقرب من الداخلية، وكانت عن الجهاد في سبيل الله تعالى. سبحان الله. هذه خطبة. الخطبة الثانية العالقة بالذاكرة خطبة في مركزنا في حلفة وأنا في الصف الثالث الثانوي، وكان فيها حضور أمني كثيف، وكان فيها صراع، وكان الحديث فيها عن الظلم. أو يكون دي اللي اعتقلت فيها لا، اعتقلت بعد ذلك بعدها. طيب. دي الخطبة الثانية. الخطبة الثالثة اللي عالقة بذاكرتي خطبة في مسجدي الصافية هنا. كانت قريب عن الأزمة الأمريكية المالية. نعم. يعني تحدثت فيها عن قدرة الله تعالى وعن الربا وعن محقه للربا وعن أنه لا دوام لأحد وأن الخلق يعني لا شيء لهم في هذا الكون، وأن الكون بتصريف الله. هذه خطب يعني تكون يعني تكاد تكون يعني عالقة بالذاكرة. خطبة أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أيضا هذه من الخطب يعني العالقة بالذاكرة. أيضا يعني لأن قصة الإفك في عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة في سنها، هذه مسألة يعني تهز الإنسان يعني نعم. يعني جدا. من الخطب العالقة بالذاكرة جدا خطبة كنت قد أسميتها دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدث فيه الرسومات المسيئة. كأيضا هذه من الخطب العالقة بالذاكرة. أيضا من الخطب العالقة أوائل الخطب في مسجد المؤمنين في الصافي أيضا